السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم الجاتو شاتو بطريقة سهلة وسريعة وبطعم مميز جدا. أول حاجة في الخلاط هنجيب كوباية من السكر وعليها كوباية من الحليب اللي هو اللبن. دي الكوباية اللي أنا بعاير بيها على طول. كوباية إلا ربع من الزيت. هنا الزيت ما يبقاش له ريحة ولا له طعم. وهنا هنجيب 4 معالق كبيرة مليانة من الكاكاو الخام الأسباني. هنا أنا بستخدم الكاكاو الخام الأسباني. وهنا بقى معلقة القهوة سريعة الذوبان اللي بتودي طعم الكاكاو في حتة تانية خالص، بتخلي طعم الكيكة غنية وجميلة، يعني طعمها بيبقى تحفة. هنا بضرب المكونات دي كلها مع بعض. هنا اهو حسيت ان خلاص المكونات ابتدت تتقل معايا اهو. خلاص كده ابتدى يتقل معايا الخليط اللي معايا ده. هنا القوام تقل خالص، بقى تقيل كده. هنعرف اذا كان تقل او لا من صوت الخلاط، وفي نفس الوقت اهو بقى سميك. في المرحلة دي هاخد كوباية من الصوص اللي انا عاملاه دلوقتي، كوباية من الخليط، احتفظ بيها في التلاجة اهو. نفس الكوباية اللي بعاير بيها من اول السكر لحد اخر حاجة. هنا باقي الخليط في الخلاط، هحط عليه بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وظرف من الفانيليا. ما عندكيش عادي اختياري خالص. هنا الكاكاو اصلا ما بيعملش ريحة مع البيض خالص. هنا هنضرب المكونات دي في الخلاط كده. القوام بقى جاهز معايا. في بولة هنحط باقي الخليط هنا معانا. ننزل عليه بكوباية وربع من الدقيق وكيس من كيك شيف. كوباية وربع من الدقيق. هنا الخليط بتاعي أخد كوباية وربع دقيق متعدد الاستعمالات. انتي هنا هتنزلي بكوباية وبعد كده هتشوفي هياخد معاكي قد ايه على حسب نوع الدقيق معاكي. هنقلب المواد الجافة كده مع بعض. أنا هنا أخد معايا كوباية وربع دقيق متعدد الاستخدامات. رشة من الملح. كده هنحطه على الخليط. تمام كده قلبناه اهو. القوام بتاعي اهو، ده القوام اللي انا عايزاه. اخد كوباية وربع من الدقيق وكيس من الكيك شيف. هنا بقى معلقة من الخل علشان تخلي الكيكة معايا هشة. هنقلبها كويس. القوام نجيب صينية متوسطة الحجم الوسط في طقم الصواني بتاعك. هندهنه دهنة من السمنة، أي مادة دهنية عندك. هنا هنبطنها بشوية من الدقيق. هنحط الخليط بتاعي
اكيد انت شايفة ان الخليط قليل، لا بالعكس، هو الخليط تمام كده كويس خالص. هنا هوزعه على الصينية بتاعتي بالتساوي. بطها خطتين كده على الرخامة عشان نطلع كل الفراغات اللي عندي اهو، وبخلة كده او بطرف السكينة او الشوكة هناخدها كده عشان نطلع الفقاعات اللي عندي. وهنا كانت طلعت من الفرن، انا حطيتها على درجة حرارة 180 اهو في الرف الاوسط، ومشغلتش الشواية خالص، انا الفرن بتاعتي ما شاء الله كويسة. هنا بخرمها بالشوكة عشان هسقيها بشوية من اللبن. كان عندي صوص الابيض اللي انا كنت عاملاه في الفيديو قبل كده، فحطيت عليه معلقة من اللبن، خففته بالحليب يعني اهو. الكيكة اخدت معايا نص ساعة يعني بالظبط في الفرن، او 25 دقيقة وكام ثانية يعني. هنا الصوص بتاعي اللي انا كنت محتفظة بيه في التلاجة اهو. وعلى الوش كده بعد ما شربتها بشوية الحليب والصوص بتاعي. ممكن هنا يعني انتي تشربيها بنص كوباية من الحليب، وممكن لا، اختياري الخطوة دي. او ممكن معلقة من نسكافيه او القهوة سريعة الذوبان مع شوية مية او شوية حليب وتحطيها عليها. هنا كانت الصوص حطيته معايا على الوش. هنا عندي الصوص الابيض اللي انا عملته، هتلاقوه عندكم في الفيديوهات على قناتي اهو. ممكن كريم شانتيه، ممكن اي حاجة، ممكن كريمة، ممكن شوكولاتة بيضة، اي حاجة عندك. ممكن برضو على كده ممكن شوكولاتة مبشورة، اي حاجة ممكن تزينيها على الوش. ناخدها كده خطوط رايح، وهنرجع بيها تاني اهو. هاخدها رايح وهرجع بيها مرة تانية بالعكس بقى. ده الكيكة جاهزة معايا، عملت معايا بالظبط 12 قطعة من الجاتو، أحلى وأغنى جاتو شاتو ممكن تاكليه. معلقة القهوة سريعة الذوبان دي عملت معايا يعني عززت طعم الكاكاو، خلت طعمه جميل جدا، خلته في حتة تانية خالص اهو. زي ما قلت لكم عملت 12 قطعة من الجاتو اهو. شايفين سمكها حلو خالص ومتشربة كده وغنية وطرية وهشة ومتغرقة من الصوص. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. طعمها هنا حاجة يعني ما اقولكوش اهو. كده كده الوصفة بتاعتي خلصت، ومتنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.